السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع أم يوسف. أحلى أخوات وأحلى صحاب. النهاردة هنعمل مع بعض حبايبي التحلية البسيطة دي. بسيطة في شكلها وبسيطة في مقاديرها، بسيطة في كل حاجة. حتى السكر بتاعها بسيط جدا لدرجة اللي وانتي بتاكليها بتحسي بنعومة كده في طعمها. ان شاء الله هنعملها مع بعض. وهقول لكم لو عايزه تظبطوا السكر وتعليه شويه، اللي انا عاملاه قد ايه وايه اللي انت هتعليه. في حاجه واحده بس ما ظبطتش معايا وسبتها، ما رضيتش اصلحها عشان خاطر الفت نظر اي حد ليها من اخواتي ان يبتدي يعني يعمل الوصفه. ايه الحاجه اللي يتجنبها فيها؟ هي وصفه بسيطه جدا وبمكونات يعني كلها في بيتنا. يعني انا ما جبتش اي حاجه من بره خالص. كلها حاجات بسيطه جدا وفي البيت. وهقول لك لو انت ما عندكيش حاجه ايه البديل ليها. مبدئيا دي اول حاجه، دي بواقي الكيك اللي احنا بنقطعها من اخر تورته عاملاها. ما عندكيش بقى دي، تقدري تجيبي بواقي كيك عندك، تقدري تجيبي باكوين 3 بسكوت لو انت ما عندكيش كيك. انا هحطه في الكبه. حطيت معاه معلقه زبده. معلش الحته دي ما جاتش. معلقه الزبده دي انا فكيتها على الميكرويف سنه كده بس ان هي فكت. وحطيتها مع الكيك عشان الكيك ده كيك اسفنجي ما فيهوش ماده دهنيه. وطحنته طحنه كويسه. وبعد ما طحنته جبت البايركس اللي هستعمله. انا ما دهنتوش اي مواد دهنيه ولا اي حاجه. ابتديت انزل بالكيك كله اللي انا طحنته. وهبتدي افرده فرده كويسه كده انه يبقى كله متساوي سوا بعضه. انا كده ما حطيتش سكر خالص في الطبقه الاولانيه. وطبعا غلطت غلطه تانية، هي مش غلطه بصراحه، انا بالنسبه لي كانت حاجه حلوه جدا. بالنسبه لكم انتوا ممكن تعملوا حاجه غيري. دي كوبايه لبن انا هسقي بيها الكيك. يا جماعه انا ما حطيتش عليها سكر. فكده الطبقه الاولانيه معدومه السكر خالص. التحليه فيها بسيطه جدا. انت لو عايزه طبعا تحطي سكر حطي معلقه او معلقتين. هتظبط معاكي وهتعلي السكر فيها. انا كده اول طبقه زي ما احنا شايفين زيرو سكر. مع ان انا مش هاكل منها بس انا مش عارفه هي جت معايا كده ليه. الطبقه التانية انا حطيت كوبايتين لبن. وحطيت عليهم معلقتين من الدقيق ومعلقه نشا. ومعلقتين سكر. ادي اول سكر كده، معلقتين سكر في الطبقه التانية. ومعلقتين نشا ومعلقتين دقيق ومعلقه نشا. يا جماعه انا هكتب لكم الحاجات بالترتيب ان شاء الله في صندوق الوصف. بعد ما عملتهم قلبتهم تقليبه كويسه على النار. وهنشوف بعد كده الخطوات واحنا بنعملها على النار. طبعا بالويسك هنفضل نقلب 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 وايدنا ما تتشالش منها لان هي مش هتاخد ثواني على النار. هنقلبها تقليبه كويسه لغايه ما تبتدي كده هو تتقل وتعمل معانا بابلز. طبعا احنا عارفين كلنا المهلبيه بنعملها ازاي. بعد ما احنا شايفين قوامها تقل معايا نزلت عليها بمكعب من الزبده. مكعب صغير قد مرقه الدجاج. يبقى كده ولا مواد دهنيه غير مكعبين زبده، واحد دوت وواحد اللي على الكيك. ولغايه دلوقتي معلقتين سكر. طبعا انتي لو عايزه الدور التاني دوت فيه سكر اعلى حطي 4 معالق سكر. هتظبط معاكي وهيبان السكر فيها. انا بالنسبه لي بصراحه السكر كان ناعم جدا. عارفين يا جماعه انا اصلا ما باكلش الحلويات. فاكلت معلقه واحده بس عشان اعرف الطعم واقيم الحاجه اللي انا عملتها. طبعا ده كيس تلاجة وكيس تلاجة كويس جدا من خامة بيور وانا متأكدة. فانا حطيته عشان ما تعملش قشرة. لو انت مش متأكدة من الحاجة اللي عندك اللي هتحطيها على الاكل مباشرة حطي ستريتش رول. لو ما عندكيش ما تحطيش حاجة، استني شوية تهدى. بس تقلبيها تقليبة كويسة قبل ما تنزلي بيها. طبعا انا سبتها هديت شوية. يعني ما سبتهاش ما بردت خالص عشان ما تتمسكش. بس سبتها ما هديت شوية، ما نزلتهاش سخنة مباشرة. هنعدلها بقى ونسويها في كل حتة. وبعد كده هنروح يعني اروح رايحة بيها على التلاجة واسيبها تقريبا ساعة عشان تمسك. زي ما احنا شايفين نسويها. ولو بتعمليها في اي حاجة او في كبات هتبقى سهلة معاكي وجميلة. الطبقة التالتة بقى يا جماعة دي كوباية الا ربع مية مغلية لو خدتوا بالكوا كانت سخنة جدا على ايدي. وحطيت فيها كيس من الجيلي الفراولة. وحطيت معلقتين سكر. كده عدينا يبقى كده 4 معالق سكر في كل التحلية اللي انتوا شايفينها دي. معلقتين سكر حطيتهم على الجيلي. ومعلقتين سكر حطيتهم على المهلبية. لكم ان تتخيلوا نعومة الطعم اللي هي حاجة يعني يا دوبك كده. يعني والله العظيم تحس ان شعر التحلية شعرة. حاجة كده ناعمة جدا. بعد ما قلبت كويس الجيلي واتأكدت ان هو داب خالص هو والسكر.
نزلت بكوبايه الا ربع تاني من الميه. يبقى كده بدل ما احط كوبايتين من الميه حطيت كوبايه ونص. كوبايه الا ربع ميه مغليه، كوبايه الا ربع ميه تانية. دي بقى الغلطه اللي انا غلطتها. يا جماعه انا كنت هشتغل بكريم شانتيه، فالمفروض انا عاملاها قبل كده وحاطه فيها الموز وسبت في كريم شانتيه. هنا انا عملتها بالمهلبيه، مع الاسف المهلبيه بردت. فانا لما جيت انا ما كانش ينفع انزل بيها بالموز على طول، لان انا لو نزلت بالموز مباشره هيسود على بال ما يبرد. فانا كنت عايزه احطه مع الجيلي على طول عشان ابقى ضامنه ان الموز مش هيسود ومش هيجرى له حاجه. فطبعا اول ما نزلت بالجيلي الموز كله عام وابتدى يتحرك، كان ممكن المه واشيله، بس قلت خلاص هو هيثبت على كده وهيثبت على حجمه. لا بالعكس، ده كل ما احركها الاقي الموز عمال يروح يمين وشمال. طبعا كان طعمه جميل جدا واضافه رائعه. واقول لكم ممكن تزودوا انتوا، بدل ما انا حاطه كميه بسيطه من الموز حطوا يعني موزتين 3 كبار، رصيها كلها. طعم الموز كان طعمه هايل جدا. بدايل الموز يا جماعه الفراولة او الكيوي، لان دي من الحاجات الطرية الناعمة اللي ممكن نحطها في قلب حاجات ساقعة، ومش هتحتاج ان هي تطرى ولا اي حاجة لان هي طرية جدا. وزي ما احنا شايفين بعد ما حطيتها ساعتين 3 في التلاجة واتمسكت، طبعا لما حطيت الجيلي لازم تحطيها في التلاجة، بقت متماسكة بشكل رائع وبقت جميلة زي ما احنا شايفين. ان شاء الله تطلع احلى حاجة معاكم، ويا رب تعجبكم الوصفة، وان شاء الله اشوفكم في الوصفة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.